إذا بناء البيت على الترف يجعل البيت جهنم، لأنه بيجعل الموجودين فيه متكبرين، والأولاد بيصيروا يتربوا هيك، وبكرة الأولاد إذا واجهوا أمور الدنيا وما قدروا يجيبوا هيك شغلات بصيروا شو ينكسروا بشغلهم، وأنه لا بيظلوا عايشين المرارة كل عمرهم، أنه هن ما قادرين يعيشوا مثل ما كانوا عايشين أهل. التواضع أنه يتواضع مع الناس، بشوف الناطور يحكي معه بتواضع، يقرب يصافحه الشغلة الفلانية، يشتغل على التواضع، بمعنى أنه بده يدرب حاله على التواضع، بيوصل للتواضع، بيقعد على الأرض وأجلس كما يجلس العبد. تواضع انه الا الكنبيات لازم تكون هيك، هذا تكبر. البذخ اللي بيميلوا له الرجال والنسوان، بس النسوان بيزنوا بقصة المصاري كثير، بيتحملوا مسؤوليته، هذا بيزيد التكبر، بيزيد التكبر. لأنه للأسف الإنسان يعني لما بيغيب عقله بصير يشوف حاله هو شو، إنه عنده كنبية منيحة إذا هو مهم، شو خاصة بهذا لك يا بابا، او عنده رانج يعني شغله وقصه، هذا بقوي التكبر، بقوي التكبر هذا. تعرف المرأة اللي بتطلب من زوجها شغله، ما هو بلا دف بقوم الركض يعني، وهي بتزن له انه كذا، وليش بيت فلان كذا، وليش المسألة الفلانية، وهالسيارة هيك، تمعن في جعله يتكبر أكثر، وهي بصير تتكبر أكثر، وراح يصيروا يتطابشوا أكثر، لأنه المتكبر ما بينسجم مع حدا.